أشهر عانس في تاريخ السينما المصرية، ورقة الكوميديا الرابحة في أي فيلم. اعتبرها المنتجين الفرخة اللي بتبيض دهب، ومحدش من المخرجين أو كتاب السيناريو قال لها في يوم اعملي إيه، يا دوب يرسموا لها الملامح العامة ويسيبوها تبقى هي والكاميرا، وبتكون النتيجة دايما ضحكات تخرج من قلب المشاهد. اشتغلت مع جميع عمالقة التمثيل، ووقفت قدامهم وقفة الند للند، حتى وهي في دور الخدامة أو التابع أو المساعد. مثلت ما يقرب من 400 فيلم، ما خدتش بطولة مطلقة في أي دور فيهم، لكن كانت دايما حاضرة ودايما بتسرق الكاميرا. قصة عانس السينما اللي دخلت السينما تدور على عريس في 400 فيلم وخرجت وإيدها فاضية، مع بلطية العلمة في دهب، وثانية ترتر في شارع الحب، وزكية ولع في جمعية قتل الزوجات مع زينات صدقي. بس قبل ما نحكي الحكاية، رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. اسمها بالكامل زينب محمد مسعد. اتولدت في 4 مايو سنة 1912 في حي الجمرك في اسكندرية. حبت الفن، وبعد ما حصلت على ابتدائية حاولت تدرس في معهد أنصار التمثيل والخيالة اللي أسسه الفنان زكي طليمات في اسكندرية، لكن والدها منعها من إكمال دراستها، وعشان اتميزت بجسم فارع ده خلاها تظهر كأنها أكبر من سنها، فأبوها منعها من إكمال تعليمها وجوزها لابن عمها اللي كان عنده حوالي 31 سنة وهي في سنة 13، يعني فرق بينهم 18 سنة. الزوج ده كان غبي جدا في معاملته، وكان قاسي جدا، دايما بيضربها، والغريب انها انضربت في ليلة الدخلة. استمر الراجل ده في معاملته القاسية، ضرب وإهانة وشتيمة، وحبسها داخل البيت، وكان بيقفل عليها بالقفل، بل إنه ساعات كان بيربطها في السرير. استمر الجواز ده 11 شهر فقط، وبعدين اتطلقت منه. كانت ميولها الفنية واضحة، فكان لها صديقة اسمها خيرية صدقي. هربوا سوا على لبنان، وهناك استعارت اسم والد صديقتها دي، وسمت نفسها بدل زينب محمد مسعد بقت زينب صدقي. اشتغلت شوية في لبنان كمونولوجيست، وفي يوم شافها نجيب الريحاني اللي كان بيعرض مسرحية في بيروت، فشافها وأعجب بيها وضمها لفرقته، فكانت بتقف مع المجاميع والكومبارس في الفرقة. وعشان ما يحصلش لبس وخلط بينها وبين الفنانة الكبيرة زينب صدقي، غير نجيب الريحاني اسمها من زينب صدقي لزينات صدقي. شافتها بديعة مصابني في فرقة نجيب الريحاني، وقالت لنجيب الريحاني أنا عاوزة البنت دي هي وهند، فخدتهم الاتنين وألحقتهم ضمن المجاميع والكومبارس. لكن بعد أسبوعين سحبتها من المجاميع وقررت تعلمها الرقص، لكن زينات رفضت، ورجعت لنجيب الريحاني وقالت له مدام بديعة عاوزة ترقصني وأنا مش حابة أرقص. قال لها أمال عاوزة إيه؟ قالت له عاوزة أمثل، وفعلا إداها دور صغير في مسرحية، وكان دور خادمة. الدور ده نجح جدا، ومن هنا بدأت مسيرتها الفنية الحقيقية. بعض الناس قالوا عشان كده إنها بدأت رقاصة، عشان الأسبوعين اللي اشتغلتهم في مع بديعة مصابني. بديعة مصابني كانت فاتحة مسرح استعراضي بيقدم تابلوهات راقصة واستعراضات، وخرج من تحت عبايتها معظم الفنانين الكبار اللي أثروا الفن تمثيل وغناء. عشان كده كان طبيعي إن اللي يشتغل عندها يكون بيؤدي حركات راقصة، مش بالضرورة تكون رقص بالمعنى الحرفي، لكن نقدر نقول رقص إيقاعي. اكتسحت مجال الكوميديا النسائية مع عدد قليل من نجمات السينما المصرية، ماري منيب ووداد حمدي. كانت القاسم المشترك في دور سليطة اللسان أو الخادمة أو المرأة بنت البلد. اشتغلت مع عدد كبير من كبار الفنانين في الوقت ده. اشتغلت مع يوسف وهبي وإسماعيل ياسين وشادية وماجدة وعمر الشريف وعبد الحليم حافظ وأنور وجدي. أول فيلم مثلته كان سنة 1940 بعنوان تحت السلاح، أما آخر فيلم فكان سنة 1975 وهو فيلم بنت واسمها محمود. وبين الفيلمين عملت ثنائيات مميزة مع إسماعيل ياسين في الأسطول ومستشفى المجانين وبوليس سري، وأشهر أفلامها ابن حميدو والعتبة الخضراء والآنسة حنفي. وعملت ثنائي مع عبد السلام النابلسي خصوصا في شارع الحب وحلاق السيدات. أما عبد الفتاح القصري فكانت مراته في الآنسة حنفي وغريمته في القلب له أحكام. كان ليها أخت اسمها سنية، خلفت نادرة، حبت نادرة جدا واتبنتها، وفعلا عاشت نادرة مع خالتها اللي تولد تربيتها وتعليمها لحد ما كبرت واتجوزت وخلفت طارق وعزة اللي اعتبرتهم الفنانة الكبيرة أحفادها، وهم كمان كانوا بينادوها تيتا. كانت فترة الخمسينيات فترة نشاطها المكثف، وخصوصا سنة 54 اللي عملت فيه 19 فيلم أشهرهم الآنسة حنفي، اللي قامت فيه بدور فلة أم نواعم ومرات أبو إسماعيل ياسين وزوجة عبد الفتاح القصري. السينما ليها قوانينها الخاصة ومتطلباتها، وبمرور الزمن بدأ الطلب على أعمال زينات صدقي يقل. في ستينيات القرن الماضي وبدأ نجمها في الأفول، وقعدت في البيت محدش يطلبها لأي دور لمدة طويلة جدا. في الوقت ده تراكمت عليها الضرايب، وطلبتها مصلحة الضرايب ب20,000 جنيه، فاضطرت تبيع بعض أساسات بيتها
الحاجات الغالية، السجاد العجمي، بعض التحف عشان تسدد ديونها. دارت حواليها إشاعات كتير. أول حاجة قالوا إن هي رقاصة، وده عشان ال 14 يوم اللي اشتغلتهم مع بديع مصابني. كمان أشيع عنها إنها يهودية. طب يهودية إزاي واسمها الحقيقي زينب محمد مسعد؟ تيجي إزاي؟ السبب في الإشاعة دي كتاب ألفه الدكتور محمد رغار اسمه يهود مصر، ورد فيه اسم زينات صدقي بالخطأ، والدكتور محمد رغار اعتذر عن الخطأ ده في كل مناسبة سنحت له، ووعد بتصحيح الخطأ ده في الطبعات اللي بعد كده. كمان أشيع عنها إنها أمية لأنها ما كانتش بتحفظ الدور، هي كانت كل ما في الأمر بتعتمد على موهبتها وأدائها المنفرد. بتقول للمخرج انتوا عايزين مني إيه وأنا أعمله، وكانت بتعتمد على موهبتها وأدائها المنفرد لأنها ببساطة كانت بتتحرك في منطقتها الخاصة، منطقة خاصة بيها، ملعبها الخاص اللي ما يلعبوش وما يملهوش غير زينات صدقي. ما تحسش أبدا إنها بتمثل، تحس إن الكلام والأداء بتاعها طبيعي وتلقائي، وإن شخصيتها على الشاشة وقدام الكاميرا هي شخصيتها الحقيقية. كمان قالوا عليها إنها عانس السينما. اتجوزت في الحقيقة مرتين، المرة الأولى من ابن عمها اللي اتكلمنا عنه واللي كان بيضربها دوت، التانية من أحد الضباط الأحرار اللي اشتركوا بعد كده في ثورة 23 يوليو. كان معجب بيها جدا وبيحرص على مشاهدتها في المسرح. وبعدين طلب من نجيب الريحاني إنه يقابلها، فقال له زينات مش بتاعت كده، زينات ست دغري وبتحب التصرفات الدغري. فتقدم لها الراجل وقال لها إنه عاوز يزورها في بيتها. قالت له بحدة أنا مش بدخل رجالة في بيتي. قال لها أنا عاوز أزورك في يوم الفرقة. يوم الفرقة ده كان يوم بتخصصه زينات صدقي كل أسبوع، بتجمع فيه أعضاء الفرقة كلهم وتعزمهم على أكلة كوارع، عشان كده كانوا بيسموه يوم الكوارع أو يوم الفرقة. المهم الضابط ده زارها في يوم الفرقة وتقدم لها، لكن اشترط إنه يكون جواز في السر، لأن أبوه كان من الأعيان وكان عمدة بلد ومش حابب يعرف إنه متجوز ممثلة. وافقت زينات على الشرط ده. وأما أسرته بدأوا يدوروا له على عروسة، أخبرهم إنه متجوز من زينات صدقي، لكن ما أخبرش الأب، والأب معرفش بالخبر ده لحد ما مات. استمر الجواز ده لمدة 14 سنة. وفي يوم قال لها إيه رأيك نودي أمي وأمك دار المسنين ونعيش براحتنا؟ قالت له قول تاني كده أنا ما سمعتش كويس. كرر عليها الكلام وكان ردها خبطة على راسه بعدة التليفون، فرمى عليها يمين الطلاق. في نهاية الستينيات طلبتها الضرايب ب20,000 جنيه. المبلغ ده طبعا كان مبلغ خرافي جدا، فاضطرت لبيع بعض الأساسات الغالية وزي السجاد العجمي والتحف عشان تكمل الديون بتاعة الضرايب. ومن هنا أشاع الناس إنها باعت عفش بيتها وإنها نامت على الرصيف وكلام كتير مالوش أي أساس من الصحة. رغم إنها اشتركت في أفلام كتير جدا، لكن ما حوشتش مبلغ ال20,000 اللي تقدر تسدد بيه فلوس الضرايب، لأنها كانت بتصرف على عدد كبير جدا من عيلتها، كانت بتعول 27 فرد من أهلها. وعشان كده ورغم العدد الكبير من الأفلام دي اللي مثلتها ما قدرتش تحوش فلوس كتير، خصوصا إنها قعدت فترة طويلة جدا من غير شغل. اتنكر لها الزمن واتنكرت لها السينما، حتى زملائها اللي مثلت معاهم واللي كانت بتعزمهم على فترة الكوارع أسبوعيا اتنكروا لها ونسيوها. قعدت في البيت من غير شغل لحد سنة 75 أما اتعرض عليها فيلم بنت واسمها محمود بطولة سهير رمزي. في البداية رفضت، لكن أختها سنية ونادرة بنت أختها ضغطوا عليها وقالوا لها الناس ممكن تنساكي. قالت لهم بثقة لا، الناس عمرها ما هتنساني. السينما غدارة صحيح وبتاكل عيالها، لكن الناس لا. أما راحت التصوير اندهشت من تجاهل الناس والطريقة اللي اتعاملوا بيها معاها. رجعت البيت تعيط وكان صعبان عليها نفسها جدا، فبعد التاريخ ده كله ما يصحش تتعامل بالطريقة دي. من ضمن الإشاعات التانية اللي أثيرت حواليها إنها متجوزة من أحد العمال البسطاء في المجال السينمائي. إيه سر الإشاعة دي؟ كانت شغالة في فرقة نجيب الريحاني، وفي يوم من الأيام أحد الممثلين اللي بيقوموا بأدوار ثانوية مات أثناء العرض، لكن الفرقة تجاهلت الموضوع وكملت العرض عادي وما توقفش العرض. بعد ما العرض خلص ونزلت الستارة خرجت زينات صدقي للجمهور وقالت لهم لحظة واحدة، في زميل لينا في الفرقة اتوفى، ولو كان نجم كبير كانت الدنيا اتقلبت وكان العرض اتوقف، لكن عشان هو إنسان بسيط ومالوش حد العرض استمر. وطلبت من الجمهور إنه يقف دقيقة حداد عليه. وفعلا خرجت جنازة في موكب كبير جدا من المسرح واندفن في المقبرة بتاعتها. ومن هنا أشاع البعض إنها كانت متزوجة من الراجل ده في الوقت اللي كانت فيه متجوزة من الضابط اللي اتكلمنا عنه. إشاعة كمان أشيعت عنها إنها اتدفنت في مقابر الصدقة، والحقيقة غير كده خالص. زينات صدقي أيام عزها ومجدها اشترت مدفن خاص بيها وحطت عليه يافطة كتبت عليها مدافن عابر السبيل. جعلت المقبرة دي صدقة لله
لأي حد ما عندوش مدفن أو أي متوفى مالوش مكان يندفن فيه بيندفن فيه أي حد، وكانت بتطلب من الترابية أي حد مالوش مدفن يندفن في المقبرة بتاعتها دي كصدقة جارية. ولما ماتت اندفنت في المقبرة بتاعتها، ولما كان مكتوب عليها مقبرة عابر السبيل اعتبرها الناس إن هي اندفنت، أو أشاع الناس إن هي اندفنت في مقابر الصدقة. وأما توفت شال أهلها اليافطة اللي مكتوب عليها مقابر عابر السبيل، وما بقاش حد غريب بيندفن فيها. الرئيس السادات كرمها في عيد الفن سنة 1975 ومنحها شهادة تقدير عن مجمل أعمالها، ومنحها معاش استثنائي قدره 100 جنيه. ال 100 جنيه دي كانت رقم كبير وكان يفتح بيت. بعد تكريمها ب3 سنين جت لها مية على الرئة واشتد عليها المرض في الأسبوع الأخير. طلبوا منها إنها تروح المستشفى، رفضت بشدة. قالوا لها طب نطلب علاجك على نفقة الدولة، هددت بالانتحار. قالت لهم لو كلمتوا الرئيس أو كلمتوا حد إن أنا تعبانة هرمي نفسي من البلكونة وما اروحش المستشفى على نفقة الدولة. قعدت أسبوع واحد تعاني من المرض ثم توفت إلى رحمة الله. دي كانت قصة عانس السينما اللي أثير حواليها إشاعات حية وميتة. ثانية ترتر أو زينات صدقي. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.